السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة جديدة على قناة علامات الحياة مع سما وفيديو جديد في قائمة كلام من القلب للقلب. والفيديو النهاردة بيتكلم عن موضوع جميل جدا جدا بيأثر علينا تقريبا كلنا، مفيش حد إلا بيمس الموضوع دوت. بس قبل ما أبدأ الفيديو برحب بيكم طبعا بكل متابعيني، مبسوطة جدا من وجودكم ومتابعتكم. وبتمنى لو كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، لأن عندي الإحصائيات بتقول إن تقريبا 80% من المتابعين غير مشتركين. فأتمنى لو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لو تدعموني باللايك للفيديوهات علشان الفيديوهات تنتشر وتوصل لأكبر عدد ممكن من المستفيدين. ربنا يا رب ينفع الجميع ويجعلنا سبب لإنقاذ وزيادة وعي أكبر عدد ممكن، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. ندخل على طول في الموضوع، والموضوع النهارده هو الظل. يعني ايه الظل في شخصيتنا؟ الظل في شخصيتنا من الاسم كده ان هو مش شيء واضح ومش طالع على الوش، مش ظاهر ومش حقيقي في نفس الوقت. هو شيء او جزء من شخصيتنا خفيناه عن العالم كله، لكن للأسف بعد ما خفيناه بدأ يحاربنا ويضعف مننا ويحاول يوقعنا. جه منين يا ترى الظل ده؟ زي ما قلنا الظل ده جزء من شخصيتنا، بس هو موجود في اللاواعي، مش في الواعي، مش في العقل الواعي، في اللاواعي. تم التبرؤ منه وإخفاؤه عن الآخرين، وهو الجانب اللي بيحسسنا بالخزي، بالخجل، بالكسوف، بنخفيه عن كل الدنيا. فبيتحول جوانا لعدو، يا إما بيحاربنا إحنا شخصيا، وطبعا ده بيظهر في حالة الشخصية الضحية، أو مش بيظهر يعني بالنسبة للمتخصصين فاهمين الكلام ده، يا إما بيكون بيحارب الآخرين، وده في حالة الشخص النرجسي أو الشخصية المؤذية بصفة عامة. بس احنا بنتكلم هنا عن النرجسي باعتبار ان هو الوباء المنتشر بشكل مش طبيعي، بشكل زيادة جدا، ومحاطين بينا في كل مكان، واحنا بنحاول نزيد الوعي بالنسبة للتعامل مع الشخصيات النرجسية اللي هي حوالينا في كل حتة دي. يبقى كده اتفقنا ان هو بيبقى جزء في اللاواعي، بيحسسنا بالخزي وبالعار، ومن شيء فينا احنا بنخفيه عن الدنيا كلها، مش عايزينه، مش عايزين حد يعرفه ولا يشوفه ولا يحس بيه. فبيبدأ يتحول جوانا لان احنا ما صاحبناهوش ولان احنا ما واجهناهوش، فبيتحول جوانا لعدو. بيكون يا اما في حالتين بيحاربنا احنا او بيحارب الاخرين من حولنا. طيب هو اتكون ازاي الجزء اللي بيحسسنا بالخزي ده او الظل ده؟ اتكون بواحدة من طرق هنتكلم عنهم كلهم بالتفصيل. اول واحدة ان هو ممكن يكون اساسه بسبب علاقاتنا في الصغر بالاب والام بشكل كبير، وكمان العلاقات الابعد من علاقتنا بالاب والام اللي هي بتكون في بقيه دوائر علاقاتنا يعني بكل اللي حوالينا. فالتأثير الأساسي بيكون بعلاقتنا بالأب والأم، والتأثير الثانوي لبقية العلاقات دي، بس ده بيؤثر وده بيؤثر. طب إزاي برضو؟ نوضح أكتر. لما الأطفال مثلا بيغلطوا، وده طبيعي عند الأطفال، الشكل المثالي للتعامل مع أخطائهم هو إن الأب والأم يظهروا حبهم لطفلهم ويعملوا معاه حوار، يفهموه إنهم بيحبوه في كل حالاته، ولكن هو أخطأ، والخطأ طبعا مرفوض، ولازم نفهم الغلط ده ونصلحه ونتجنب حدوثه بعد كده. وكمان يفهموا الطفل إن في فرق بينه وبين خطأه. مش معنى إن هو أخطأ والخطأ مرفوض يبقى هو كمان وحش ومرفوض. هو أخطأ لكن هو نفسه مش مرفوض، وما ينفعش نوصله ان هو غير مرغوب فيه او ان هو غير محبوب بسبب خطأه. يعني مربطش حبي لطفلي بان هو كويس او وحش، ولما يغلط اوريله ان انا غضبان عليه وساير عليه، فاحسسه ان هو نفسه اللي غلط وهو نفسه اللي مش مرغوب فيه وهو نفسه اللي مكروه. لا، لازم اوريله ان ده خاص بخطأه مش بيه هو، وهو محبوب في كل الاحوال. كمان الأطفال بيكون عندهم احتياجات أساسية، وده هو السبب التاني أو الطريقة التانية اللي ممكن بتؤدي لتكوين الظل ده جوانا. إن الأطفال وهم صغيرين عندهم احتياجات أساسية، زي احتياجهم للمشاعر، زي الحب والأمان، التقبل، التسامح، كل المشاعر اللي بنحتاجها واحنا صغيرين والله واحنا كبار، بس احنا بنتكلم دلوقتي على تأثيرها في الصغر. وكمان بيبقى عندهم احتياجات غير المشاعر، احتياجات أساسية زي الاحتياج لللبس، الأكل، الشرب،
الادوات، الالعاب والترفيه. الاحتياجات دي كلها بقى سواء النفسية والمشاعر او المادية بتكون مش ملباة، مش متوفرة للطفل بشكل كبير. يعني كان في حرمان واحساس بالنقص مقارنة بالاطفال اللي من سنه واللي حواليه، مقارنة باقرانه من حواليه. فكان الاستنتاج اللي جه للاطفال في الحالة اللي زي ديت ان هم اقل من غيرهم، وان هم ما يستحقوش. وفضل الجانب ده بيداروه وبيدفنوه وبيخبوه عن كل الناس، اللي هو ايه؟ احساس القله، احساس عدم الاستحقاق، احساس ان انا وحش فمش متوفر لي ده، اللي هو برضو بيتهموا نفسهم ان هم السبب في ان هم ما يكونوش زي اقرانهم، دول متوفر لهم احتياجاتهم واحنا مش متوفر لنا، فالمشكله والعيب فينا احنا. فبيفضلوا يداروا الجزء ده اللي هم الاتهام لنفسهم، اللي هم اتهموا نفسهم بكده، وبيدفنوه وبيخبوه عن كل الناس، لانهم حاسين ان ديت معابه ونقصان فيهم هم، رغم ان هم مالهمش اي ذنب في ده. الطريقه الثالثه لتكون الظل في الشخصيه، ممكن كمان ان هم يكونوا اتعرضوا للاهمال من الاب او الام، سواء بسبب انشغالهم، بيشتغلوا فترات طويله او بيسافروا وبيسيبوا الولاد برضو فترات طويله. فممكن في خلال غياب الاهل عن الطفل ممكن يتعرضوا لمواقف من الاعتداء الجسدي، سواء كان مثلا تحرش او استضعاف، حد بيستقوى نفسه عليهم فممكن يضربهم او يتنمر عليهم، وفي نفس الوقت اللي تعرضوا فيه ده ملقوش حد يدافع عنهم، وده ولد عندهم احساس بانهم ضعفاء وواحدين، مستهان بيهم، قليلين. فده طبعا احساس هم اسقطوه على نفسهم نتيجة الحدث اللي حصل لهم. كل اللي فات ده حاجات اتعرضوا ليها الاطفال وهم صغيرين، حسستهم ان هم مذنبين، فبيحسوا بالعار ويبقى عندهم رغبة ان هم يدفنوا الحاجات دي بعيد عن الناس، وبيفضل عندهم الاحساس بالخزي والعار ده. يعني هما بيدفنوا الاحداث والحرمان وكل الحاجات اللي تعرضوا لها، بيدفنوها، ما بيتكلموش فيها، مش بيعيدوها تاني. وفي نفس الوقت بيفضل عندهم احساس بالخزي والعار والدونية وقلة الثقة بالنفس، عدم الاستحقاق بأي شيء. فبيبدأ يتكون الشخصية بتاعة الظل ديت، أو جزء من الشخصية ده اللي هو اسمه الظل من الصغر. طب هل الموضوع بيقف عند كده؟ يعني هو خلاص كده اتكونت شخصية الظل من خلال الحاجات دي؟ لا طبعا، الظل ده بيفضل يكبر جوانا. كل ما نكبر وبنتعرض لمواقف فيها كبرنا بقى ودايرة علاقاتنا ومستوى علاقاتنا اتغير، فبنبدأ نتعرض لمثلا خيانة، غدر، كذب، عنصرية في التعامل، تهميش في العلاقات، التلاعب والاستغلال، كل بقى الحاجات السيئة اللي ممكن نتعرض لها واحنا كبار. وكل ما كبرنا وزادت المواقف كبر الظل ده وفضل يشدنا لتحت، ما هو بيكبر وبيقوى، فبيفضل يشدنا لتحت وبيشتغل ضدنا، وبنبدأ نتحول لشخصية من اتنين: يا إما شخصية الضحية للعلاقات السامة، قلنا العلاقات السامة زي العلاقات النرجسية، وبنبدأ ندور في دوامتهم ونتوه أكتر وأكتر. وحتى لو حاولنا نقاوم ونعمل شيء لنفسنا وحاولنا ننجح وحاولنا نغير، نبدأ في حاجات علشان ننجح فنلاقي إننا لا بنقدر، حتى لو بدأنا يعني ما بنقدرش نكمل في شيء. في حاجة جوانا خلتنا نرضى بحاجات ما ينفعش نرضى بيها، ونصبر على حاجات الطبيعي إن احنا كنا نرفضها، ونتشد لتحت أكتر وأكتر، ما نقدرش نوقف اللي بيحصل معانا، فبنحبط وبنفضل كده طول الوقت بندور في دايرة مفرغة. فبنكون بنأذي نفسنا بنفسنا وبنساعد كمان المؤذي ان هو يأذينا. يا اما هيتحول الشخص او هينتج عن الاحداث اللي عدت علينا في حياتنا ان الشخص يتحول الى شخصية مؤذية، وده اللي قرر جزء الظل اللي عنده ان هو هينتقم، بس مش من نفسه، لا هينتقم من كل اللي حواليه، حتى الناس اللي ما عملوش حاجة اصلا. هو خلاص خد قرار بالانتقام من العالم، واي حد هيجي قدامه مش هيرحمه. طب كده تبقى الدنيا باظت بقى ومفيش حل، ما كده الدنيا ضلمت. لا، اكيد في حل وعلاج. وعلى فكرة هنا اقدر اقول لكم اني اكتشفت ان العلاج واحد للحالتين، للضحية وللنرجسي. بس في حالة النرجسي العلاج السهل الممتنع، لان شرط العلاج انه الشخص يعترف بمشكلته عشان يحلها. وطبعا النرجسي زي ما احنا عارفين شايف نفسه احسن البشر، منزه عن العيوب،
لا حول ولا قوة الا بالله. طب يبقى اللي ممكن يستفاد من العلاج اللي احنا هنتكلم عنه ده هو شخصية الضحية. يلا نعرف ايه هو العلاج. العلاج في كلمتين هو التفريغ الوجداني او التفريغ العاطفي. طب يعني ايه هو التفريغ الوجداني او العاطفي ده؟ بس عايزه ملحوظه قبل ما اقول لكم ايه هو ونعمله ازاي. الافضل ان احنا لو جينا نعمل التفريغ الوجداني والعاطفي ده ان احنا نلجأ لمتخصص يا جماعه، سواء كان دكتور نفسي او كوتشنج. طيب لو احنا ما ينفعش نلجأ لحد منهم، في عندنا ظروف ماديه تمنع، او مش بنخرج كتير، او مثلا احنا تحت لسه سيطره وسلطه النرجسي بشكل كبير وخطواتنا محسوبه، مش عارفين نطلع من تحت ايده ونروح لاي سبب ما منعنا ان احنا نروح لمتخصص او لدكتور نفسي، فاحنا في الحاله ديت انا هحاول اشرح لكم بطريقه بسيطه ونحاول ننفذه لوحدنا. بس هاكد عليكم تاني انه الافضل انه لو يتعامل مع متخصص، هو بيبقى عارف ازاي وامتى يدخل لك منين وتعمل الخطوات ازاي وتعيد ايه وتكرر ايه، لان هو اكيد هيبقى فيه تكرارات. طيب عشان نبقى فاهمين اكتر يلا نتابع. التفريغ الوجداني ان انت تطلع اللي جواك، تطلع اللي مخزون من سنين، نطلع جزء الظل اللي اتدفن من سنين ده وكبر وهو تحت في الظل متداري، نطلعه على الوش ونبدأ نتعامل معاه ونبدأ نصاحبه ونحوله لصديق يساعدنا مش يشتغل ضدنا كمان. طيب هو له 3 خطوات، عشان لو احنا هنعمله بقى لوحدنا هو له 3 خطوات. اول خطوة سهلة وبسيطة جدا، ان احنا هنختار الوسيلة المريحة بالنسبة لنا للتفريغ ده. هنفرغ اللي جوانا بإحدى طريقتين، هنختار الأريح لينا، في يا إما الطريقة الكلامية إن إحنا هنبقى بنتكلم وبنعبر بلساننا، أو الطريقة الكتابية وهي الأفضل، بس هي تقيلة شوية على نفوس الكتير مننا. علشان كده أنا سبقت الفيديو ده بفيديو تاني اللي هو كان بيتكلم عن طاقة الكتابة وترتيب الأفكار على ورقة وقلم. يا ريت لو نرجع للفيديو دوت هيساعدنا برضو شوية. طب لو احنا مش قادرين نكتب هنستعمل بقى الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة الكلامية. دي أول خطوة. الخطوة التانية هنحدد وقت كل يوم لمدة لا تقل عن شهر، إننا في الوقت ده هنقعد مع الظل ده، هنستدعيه وهنقعد معاه، بس يكون في مكان هادي وآمن، محدش هيشوفنا أو هيقاطعنا. يعني ممكن مثلا يكون ركن كده في البيت، نقفل على نفسنا حته، نقعد في جنينه ما فيهاش ناس كتيره، يعني نكون لوحدنا فيها، اي حته نكون فيها في خلوه مع نفسنا ومحدش يقطع علينا قعدتنا ديت. هنقعد احنا والظل مع بعض وكاننا بنعمل مقابله مع شخص منفصل عننا، مش مع جزء مننا، شخص منفصل بذاته. هنساله كل الاسئله اللي هتخطر في بالنا، اي حاجه على بالك هتساليها لنفسك او للجزء الظل ده من نفسك. اهم حاجه لما نسمح له انه يبدأ يطلع ويتكلم ويعبر عن نفسه، ما نحكمش عليه وما نغلطوش وما نقعدش نصحح له وما نقعدش نلومه، ونسيبه على راحته خالص يتكلم. لما يتكلم بقى عايز يعيط، عايز يصرخ، عايز حتى يشتم ويخبط، نسيبه. كل اللي علينا ان احنا هنوفر له الأمان وحرية التعبير من غير خوف ولا خجل، وكأنه قاعد مع صديقه كده، الصدوق اللي لا بيحكم عليه ولا بيحاسبه ولا بيفرض عليه حاجة معينة، لأنه أصلا بقاله سنين مكتوم ومكبوت ومضغوط ومحتاج يطلع للنور ويتنفس بحرية، فاحنا هنساعده على ده. يا جماعة ممكن حد يبقى مش مستوعب ده يتعمل ازاي، والأول وهلة كده لما يسمع الكلام هيقول ايه الجنان ده، يعني ايه اقعد مع ظلي واخليه يتكلم؟ صدقوني لما هتعملوها عملي هتستغربوا جدا من النتائج، هتستغربوا اساسا قد ايه انتوا كنتوا محتاجين تخرجوا الجزء ده منكم وتخلوه يعبر. تالت خطوة هنعملها بعد ما نعرف، بعد ما نقعد معاه ونتكلم ويطلع اللي جواه، هنعرف ايه اكتر حاجات ومواقف سببت للظل ده الألم. هنهدى ونقعد مع نفسنا ونسترخي وناخد نفس عميق ونرجع للذكريات المؤلمة دي واحنا واخدين الظل ده في ايدينا. يعني احنا مش هنروح لوحدنا، لا هو معانا، وهنكون احنا البطل بتاعه اللي هيدافع عنه. وهنتخيل نفس، بص بقى عملي، العمل هيتعمل ازاي؟ هنقعد نغمض عينينا كده بكل هدوء ونتخيل المشهد بتاع الموقف اللي ألمنا في الماضي، هنعيد المشهد ده تاني في خيالنا، بس المرة دي هنعيده زي ما احنا عايزينه، على مزاجنا، زي ما كان المفروض يكون، وهننتصر في المشهد ده. احنا هنمشيه على مزاجنا وهنحقق لنفسنا الانتصار، وهنمشي الدنيا على مزاجنا فعلا.
وكده نبقى اتحدنا احنا والظل بتاعنا مع بعض، واصطلحنا وطلعناه للنور. وبدل ما هو في القاع وعمال يشد فينا لتحت بكل قوته عشان ينزلنا، احنا اللي مدينا له ايدينا واخدناه معانا وصاحبناه وطلعناه للنور لفوق. طب ما احنا كلنا مثلا حد هيجي يقول لي احنا عندنا اكتر من موقف، هو موقف واحد هنرجع نعمل معاه الموضوع دوت؟ لا، احنا عندنا اكتر من موقف واكتر من ذكرى مؤلمه من الماضي. طب هنعمل ايه؟ هناخدهم كلهم كده مع بعض؟ لا طبعا، الموضوع مش هينفع كده. في البدايه احنا هنجيب المواقف كلها وهنقرر ايه اكتر موقف او ايه اكتر ذكرى معلقه معانا وكانت مؤلمه جدا لينا واحنا في السابق لما حصلت، وهنبدا نتعامل معاها هي. بس ممكن تحتاج مننا ان احنا نزورها اكتر من مره ونعيد السيناريو اكتر من مره. والجميل ان احنا بنطلع منها مش مهزومين. ولما نكررها مره على مره، لما نكرر التخيل اللي احنا بنطلع فيه منتصرين ده، لما نكرر الذكرى دي مره على مره، صدقوني هنحس بارتياح وكأن المشكله ما بقتش موجوده اصلا وكانها ما كانتش حصلت. يعني ممكن ناخد ده كذا يوم، يعني نعيد الموضوع ده كذا يوم مع مشكله معينه، مع ذكرى معينه، هتخلص وخلاص حسينا بارتياح وان المشكله دي مبقتش مأزمانا زي الاول، هننتقل على اللي بعدها، نخلصها وننتقل على اللي بعدها، وهكذا وهكذا. دي يا جماعه اسمها جلسات التفريغ الوجداني والعاطفي، اللي بتعمل لما بتتعامل مع متخصصين بتتعمل بالمئات فعليا. لو اتعملت عند متخصصين بتتعمل بالمئات، وفي بعض المتخصصين ما شاء الله يعني بيوصلوا لحاجات ابعد من كده. في البدايه هتحسوا ان الموضوع غريب كده ايه اللخبطه دي، وايه احنا هنمثل ولا ايه الكلام الفاضي ده. بس صدقوني مع الاستمرار هتحسوا بارتياح. ممكن اول مره تحسوا حاجه غريبه بس على فكره ممكن في ناس كتيره حققت نتائج من اول جلسه مع نفسهم. ويا ريت ما تعرفوش حد لو بداتوا تعملوا جلسات التفريغ الوجداني دي مع نفسكم، ما تعرفوش حد بيها، ولا تعرفوه ان انتوا هتعملوا، ولا تعرفوه انتوا شغالين فيها. عارفين ليه؟ لان المحبطين حوالينا كتير، ففي ناس هتكسر مقاديفكم، في ناس هتحبطكم، في ناس هتتريق عليكم. فاحنا مش ناقصين نكبر الظل بتاعنا ونغذيه، لا، احنا عايزين نبدا نتعامل معاه. ممكن تقولوا للناس امتى؟ لما تعملوا الموضوع ده بتاع الجلسات بتاعه التفريغ الوجداني والعاطفي، لما تعملوها على نفسكم وتبدا فعلا تؤتي ثمارها، فساعتها ابداوا انصحوا غيركم بيها وانشروها وعرفوها للناس، وهتبقوا متمكنين اكتر، فهتقدروا تتكلموا عنها وتوضحوها وتشرحوها اكتر من لو انتوا مش عارفينها او مش مقتنعين بيها ولسه بتتكلموا عنها وانتوا لسه هتجربوا، فمش هتبقوا قادرين تدافعوا عنها بقدر الامكان ولا توضحوها للناس كويس. جربوها وان شاء الله تدعوا لي. انا اول ما سمعتها على فكره كنت زيكم بقول ايه الكلام الغريب ده واستغربته جدا، بس ما كنتش بقول الغريب ده واللي هو لا مش هعمل، لا دخلت. انا من عادتي بحب ان انا اجرب كل حاجه اسمعها وتثير فضولي طالما هي مش حاجه هتاذيني، وخصوصا لو انا في حد متخصص قال لي انها مفيده. وبالفعل يا جماعه عملتها وفعلا بتؤتي فعلا ثمارها وبتفيدنا. يمكن انا اتلهيت برضو شويه، مش هكذب عليكم، بتلهي في الحياه واحداثها والشغل والضغوط، بس كل ما بفتكر فعلا وبحاول ان انا اقعد مع نفسي واعيد تاني، هي تبقى كويسه جدا لينا كلنا. زي ما اتفقنا ان جزء الظل ده تقريبا موجود جوانا كلنا، لو ما كانش نتيجه تعامل عن جهل من الاب والام، انهم اكيد بيبقوا مش عايزين يأذونا، فهم عندهم شيء من عدم الوعي ولا الثقافه الكافيه في التربيه الصحيحه، فبيكونوا عندنا شخصيه الظل. وبتبدا الاحداث بتاعه الحياه والمواقف طول ما احنا عايشين وبنكبر وبنتعامل ودايرات علاقاتنا بتتسع، فبنبدا نتعامل مع ناس بتغذي شخصيه الظل دي وتزودها. ولاننا ما تعاملناش معاها على طول فبقت عندنا تراكمات وكميه كده، صندوق اسود من الذكريات السيئه، فمحتاجين فعلا نبدا نتعامل معاها ونواجهها، علشان ما نقعدش نقول هو انا مالي، هو انا ليه مش بنجح في حاجه، هو ليه بيبقى عندي حماسه وببدا في حاجه ولاقيني سبتها بعد ما كنت متحمسه لها، هو انا ليه ما بدخلش في حاجه وبنجح خالص، هو انا ليه مش عارفه اتقدم في حياتي، هو انا ليه دايما ببدا وما بكملش. ده راجع لشخصيه الظل اللي عماله من غير ما احنا نشوفها، من غير ما ناخد بالنا منها، عماله تشدنا معاها. يمكن تكون بتستغيث وبتقول لنا خدوا بالكم مني انا موجوده، فيا ريت ناخد بالنا ونبدا ان شاء الله نتعامل معاها صح ونصاحبها ونطلعها معانا للنور عشان تكون داعم لينا وتكون صديقه مش تكون عدو لينا. في النهايه اتمنى لكم كلكم الحياه السعيده ومن غير ذكريات سيئه، ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون نافع لكم.
ما تنسوش تدعموني زي ما قلنا في بدايه الفيديو باللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك، اشتركوا علشان انا محتاجه فعلا لدعمكم علشان القناه تكبر وتبدا تتعرف والنفع يعم باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.